عالمشرعة خليني خويا حسين عالمشرعة وحالي الموت ما بينك وما بيني حال الموت ما بينك خويا حسين خويا حسين جر السهم من عين إلك جاوبني خويا حسين جر السهم يا مظلوم ويبهول لا تعذيني شي جاوب الحسين يقول له خويا سهم عينك يا خويا شلون طلع متعايد وسطها وصعب شلعه اريد اقعد نور العين والعين خويا وابكي عليك دمع بحر من دم رجع الحسين عند العباس قال له خويا اتركني خويا اقسم بجدك يا رسول الله الحسين ظل يعاين بوجه خيه يعاين بوجه خيه بينما هو كذلك واذا بابي الفضل العباس شهق شهقه وخرجت روحه الطاهره رحم الله من نادى وعباسا وسيدا وإله انكسر ظهر الحسين الرواية اسمعها رجع الحسين إلى المخيم يكفكف دموعه بكمه يعني بردانه يمسح دموعه عيونه وإله رجعت لقيت زينب اخويا شو وحدك رديت يا حسين ومن والد راعي العلم وين قالها يا زينب زيد لونين اخوك الجثل والراس نصين قالها يا زينب راح اخونا وراح الجان بريحة ابونا وبقيت وحيد يم الخدر دونه وعقب عينه ياهو خدرج يصونه ايش قالت وين يدلين بطريق العلقم منين عباس اريد باصره عن النساوي عقب عين الحريم وجوه وين يا اخو اويلا يا زينب اويلا عليك يا زينب تقول اخويا يا اخويا ما نجيت وياك وعلى محملي رف بيدك الواك ابونا الصمد بهاي وصاك ذخرناك للكلفة ذخرناك يا حامي السلف والسلف بحماك ونظر الحسين إلى أهله مجزرين كالأضاحي وهو يسمع عويل الأيام وصراخ الأطفال صاح بأعلى صوته هل من ذنب يذب عنا هل من موحد يخاف الله فينا هل من مغيث يرجو الله في إغاثتنا فارتفعت أصوات النساء بالبكاء ونهض السجاد يتوكع على عصا ويجر سيفه لأنه مريض لا يستطيع الحركة فصاح ابن سعد ونهض السجاد ويجر سيفه فصاح الحسين بأم كلثوم احبسيه لئلا تخلو الأرض من نسل آل محمد فأرجعته إلى فراشه خويا تنادي يا خويا ومالك معي وقال
أنا منين أجيب المرتضى منين عن كربلاء يا بغبت وين تدري المي عليك كدين يضربون ثار بدر وحنين وخذوا ثارهم واحد بسبعين وفزعة وفرد فزعة على حسين أولا ثم إنه أمره عياله بالسكوت وودعهم وكان عليه جبة خز دكناء وعمامة موردة أرخى لها ذؤابتين والتحف ببردة رسول الله وتقلد بسيفه وطلب ثوبا لا يرغب فيه أحد يضعه تحت ثيابه لئلا يجرد منه فإنه مقتول مسلوب فأتوه بتبان فلم يرغب فيه لأنه من لباس الذلة وأخذ ثوبا خلقا وخرقه وجعله تحت ثيابه ودعا بسراويل حبراء ففزرها ولبسها لئلا يسلبها أحد ودعا بولده الرضيع يودعه فأتت زينب بابنه الرضيع وأمه الرباب فأجلسه في حجره يقبله ويقول بعدا لهؤلاء القوم إذ كان جدك المصطفى خصمهم. ثم أتى نحو القوم يطلب له الماء فرماه حرمل بن كاهل الأسدي فذبحه من الوريد إلى الوريد. الله أكبر فتلقى الحسين الدم بكفه ورمى بها نحو السماء فلم تسقط منه قطرة ولتلقى حسين دم الطفل بيده اشحال اللي يجتلب حضنه وليده سالوا ترس شفه من وريده وذب للسما وللقاع ماخر نظر طفله ورقبته شلون مالت حنو دمعته من العين سالت يا ابويا من السهم روحك اش قالت ذبح وعطش بويا ضقت الاثنين. ثم قال الحسين هون ما نزل بي انه بعين الله اللهم لا يكون عليك أهون من فصيل ناقة صالح إلهي إن كنت حبست عنهم قطر السماء اللهم إن كنت حبست عنا النصر فاجعله لما هو خير منه وانتقم لنا من الظالمين واجعل ما حل بنا في العاجل ذخيرة لنا في الآجل. اللهم أنت الشاهد على قوم قتلوا أشبه الناس برسولك صلى الله عليه وآله وسمع قائلا يقول دعه يا حسين فإن له مرضعا في الجنة فجاء به إلى الخيمة إلى زينب وما رجع به إلى أمه لأن الأم لا تتمكن أن ترى ولدها مقتولا أمامها فخرجت إليه العقيلة فنظرت إلى الطفل وإذا به مذبوحا من الوريد إلى الوريد نابت السهم في نحره والدم يجري على صدره. يا خويا الطفل عني دغطيه ما لي قلب يا حسين صدليه اشوف ذبيح وما رجلي خفت العطش لن يلحق عليه وهذا الخفت منه طحيت به. ثم نزل عن فرسه وحفر له بجفن سيفه ودفنه مرمدا بدمه وصلى عليه ويقال وضعه مع قتلى أهل بيته وتقدم الحسين نحو القوم مصلتا سيفه آيسا من الحياة ودعا الناس إلى البراز فلم يزل يقتل كل من برز إليه حتى قتله جمعا كثيرا. ثم حمل على الميمنة وهو يقول الموت أولى من ركوب العار والعار أولى
من دخول النار، وحمل على الميسرة وهو يقول: أنا الحسين ابن علي، آليت ألا أنثني أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي. قال عبد الله بن عمار بن يغوث: ما رأينا مكسورا قط، قتل ولده وأهل بيته وصحبه أربط جأشا منه، ولا أمضى جنانا ولا أجرأ مقدما، ولقد كانت الرجال تنكشف بين يديه، ثم إذا شد فيها ولم يثبت له أحد فصاح عمر بن سعد بالجمع: هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، احملوا عليه من كل جانب. فأتته 4000 نبلة، وحال الرجال بينه وبين رحله، فصاح بهم: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم، وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. فناداه شمر: ما تقول يا ابن فاطمة؟ قال: أنا الذي أقاتلكم، والنساء ليس عليهن جناح، فامنعوا عتاتكم من التعرض لحرمي ما دمت حيا. فقال شمر: لك ذلك. وقصده القوم واشتد القتال، وقد اشتد به العطش، فحمل من نحو الفرات على عمرو بن الحجاج، وكان في 4000 فارس، فكشفهم عن الماء وأقحم الفرس. فلما هم الفرس ليشرب قال الحسين: أنت عطشان وأنا عطشان، فلا أشرب حتى تشرب. فرفع الحسين رأسه وقال الحسين: أنت عطشان وأنا عطشان، فلا أشرب حتى تشرب. كأن الفرس فهم الكلام ولم يشرب الماء. ولما مد الحسين يده ليشرب ناداه رجل: أتلتذ بالماء وقد هتكت حرمك؟ فرمى الماء ولم يشرب، وقصد الخيمة ردو عيال من العطش يوما. صاحب صوت للتوديع: قوما مثل سرب القطا قاما يحوما، تطيح عليه وحدتهن وتعثار. اجا الزينب يوصيها بالعيال، يوصيها بعلي، وكل الأطفال شاف الدمع من عيونها سال. تقل على فراقك ما اقدر اصبر. ثم انه ودع عياله ثانيا وامرهم بالصبر، وقال: استعدوا للبلاء، واعلموا ان الله تعالى حاميكم وحافظكم، وسينجيكم من شر الأعداء، ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. والتفت الحسين إلى ابنته سكينة فرآها منحازة عن النساء باكية نادبة، فوقف مصبرا عليها: هذا الوداع عزيزتي، والملتقى يوم القيامة عند حوض الكوثر، فدع البكاء وللأسار تهيئي، واستشعر الصبر الجميل وبادري. وإذا رأيتيني على وجه الثرى دام الوريد مبضعا فتصبري، بويا الروح كل احنا فداياك، دخلنا للحرب يا حسين وياك. أهليبة يا ابويا وقعدتناك، وقولا سافروا يومين وازدار. فقال عمر بن سعد: ويحكم اهجموا عليه ما دام مشغولا بنفسه وحرمه، والله إن فرغ لكم لا تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم. فحملوا عليه يرمونه بالسهام حتى تخالفت
السهام بين الأضناب المخيم، وشك سهم بعض أزر النساء فدهشن وأرعبن وصحن ودخلن الخيمة ينظرن إلى الحسين كيف يصنع، فحمل عليهم كالليث الغضبان فلا يلحق أحدا إلا بعجه بسيفه وقتله، والسهام تأخذه من كل ناحية وهو يتقيها بصدره ونحره. ورجع إلى مركزه يكثر من قال لا حول ولا قوة إلا بالله، خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. كفر القوم وقد من رغبوا، كفر القوم وقد من رغبوا عن ثواب الله رب الثقلين. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. حنقا منهم وقالوا إننا، حنقا منهم وقالوا إننا نتبع الأول قدما بالحسين. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. يا لقوم من أناس قد بغوا، يا لقوم من أناس قد بغوا جمعوا الجمع لأهل الحرمين. خيرة الله صيح الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. ثم ساروا وتواصوا كلهم، ثم ساروا وتواصوا كلهم باحتياجي لرضاء الملحدين. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. لا لشيء كان مني سابقا، لا لشيء كان مني سابقا غير فخري بضياء الفرقدين. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. بعلي الطهر من بعد النبي، بعلي الطهر من بعد النبي والنبي الهاشمي الوالدين. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. والدي شمس وأمي قمر، والدي شمس وأمي قمر فأنا الكوكب وابن القمرين. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. فضة قد صفيت من ذهب عبد الله غلاما يافعا، عبد الله غلاما يافعا وقريش يعبدون الوثنين. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. يعبدون اللات والعزى معا، يعبدون اللات والعزى معا وعلي قائم في القبلتين. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. قاتل الأبطال لما برزوا، قاتل الأبطال لما برزوا يوم بدر ثم أحد وحنين. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. فله الحمد علينا واجبا، فله الحمد علينا واجبا ما جرى بالفلك إحدى النيرين. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. وأباد الشرك في حملته، وأباد الشرك في حملته برجال اترفوا في العسكرين. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. نحن أصحاب العبا خمستنا، نحن أصحاب العبا خمستنا قد ملكنا شرقها والمغربين. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. ثم جبريل لنا سادسنا، ثم جبريل لنا سادسنا ولنا البيت لنا والمشعرين. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين.
فجزاه عنا الله صالحا، فجزاه عنا الله صالحا خالق الخلق ورب الحرمين. حياك الله من الخلق أبي، حياك الله من الخلق أبي، شيعة المختار طيبوا أنفسا، شيعة المختار طيبوا أنفسا، فغدا تسقون من حوض اللجان. حياك الله إن شاء الله. حياك الله من الخلق أبي، شيعة المختار طيبوا أنفسا، شيعة المختار طيبوا أنفسا، فغدا تسقون من حوض اللجان. حياك الله من الخلق أبي، حياك الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. حياك الله من الخلق أبي، حياك الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. رجل عما فيؤتى به فيشرب حتى يخرج من فيه، وما زال كذلك إلى أن مات عطشا. ورماه أبو الحدوف الجعفي بسهم في جبهته فنزعه وسالت الدماء على وجهه، فقال اللهم أنك ترى ما أنا فيه من عبادك هؤلاء العصاة، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تذر على وجه الأرض منهم أحدا، ولا تغفر لهم أبدا. وصاح بصوت عال يا أمة السوء بئس ما خلفتم محمدا في عترته، أما إنكم لا تقتلون رجلا بعدي فتهابون قتله، بل يهون عليكم ذلك عند قتلكم إياي، وأيم الله إني لأرجو أن يكرمني الله بالشهادة ثم ينتقم لي منكم من ألا ترى الفرات كأنه غرون الحيات، فلا تشربوا منه حتى تموتوا عطشا. فقال الحسين اللهم أمته عطشا، فكان الرجل يطلب الماء فيؤتى به فيشرب حتى يخرج من فيه، وما زال كذلك إلى أن مات عطشا. ورماه أبو الحدوف الجعفي بسهم في جبهته فنزعه وسالت الدماء على وجهه، فقال اللهم أنك ترى ما أنا فيه من عبادك هؤلاء العصاة، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تذر على وجه الأرض منهم أحدا، ولا تغفر لهم أبدا. وصاح بصوت عال يا أمة السوء بئس ما خلفتم محمدا في عترته، أما إنكم لا تقتلون رجلا بعدي فتهابون قتله، بل يهون عليكم ذلك عند قتلكم إياي، وأيم الله إني لأرجو أن يكرمني الله بالشهادة ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون. قال الحسين بن نمير وبماذا ينتقم لك يا ابن فاطمة؟ قال عليه السلام يلقي بأسكم بينكم ويسفك دماءكم ثم يصب عليكم العذاب صبا. ولما ضعف عن القتال وقف يستريح فرماه رجل بحجر على جبهته فسال الدم على وجهه، فرفع ثوبه ليمسح الدم عنه من وجهه. رماه آخر بسهم محدث له 3 شعف وقع على قلبه. يا أبوه يا رجب يستريح حسين ساعة، ضعف حيله وثقل بالسيف باعه، رن الحجر من وجهه بشعاعه ودم مثل ماي العين فجر، شال الثوب يمسح دم جبينه وشابح للحرب والخيم عينه،
أثار أعداء كبد معينينه رموه بسهم لكن ناجع بسهم. فقال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ورفع رأسه إلى السماء وقال إلهي أنك تعلم أنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري. ثم أخرج السهم من قفاه وانبعث الدم كالميزان فوضع يده تحت الدم فلما امتلأت رمى بها نحو السماء وقال هون علي ما نزل بي إنه بعين الله. فلم يسقط من ذاك الدم قطرة إلى الأرض. ثم وضعها ثانيا فلما امتلأت لطخ به رأسه ووجهه ولحيته وقال هكذا أكون حتى ألقى الله وجدي رسول الله وأنا مخضب بدمي وأقول يا جدي قتلني فلان وفلان وأعياه نسف الدم. فجلس على الأرض ينوء برغبته فانتهى إليه في هذا الحال مالك بن الناس فشتمه ثم ضربه بالسيف على رأسه. الحسين صنع له وسادة من التراب ولعنه سيد أبا عبد الله وكأني بزينب تقول أخويا بعد ما بيضل يا حسين راح الفيك ونينك خويا ونينك حرق قلبه طق عليك خويا الخيل سحقتك راحت وردت ليك ما قالت لك على التل مرة ثانيك يا ولا. قال الحسين سلام الله عليه وكان عليه برنس فامتلأ البرنس دما. قال الحسين لا أكلت بيمينك ولا شربت وحشرك الله مع الظالمين. ثم ألقى البرنس واعتم على القدوس. قال هاني بن ثبيت الحضرمي إني لواقف 10 لما صرع الحسين إذ نظرت إلى غلام من آل الحسين عليه أزار وقميص وفي أذنيه درتان وبيده عمود من تلك الأبنية وهو مذعور يتلفت يمينا وشمالا. فأقبل رجل يركض حتى إذا دنا منه مال عن فرسه وعلاه بالسيف فقتله. وذلك الغلام هو محمد بن سعيد بن عقيل بن أبي طالب وكانت أمه تنظر إليه وهي مدهوشة. ثم أنهم لبثوا هنيئة وعادوا إلى الحسين وأحاطوا به وهو جالس لا يستطيع النهوض. فنظر عبد الله بن الحسن الصبت وله 11 سنة إلى عمه وقد أحدق به القوم فأقبل يشتد نحو عمه وأرادت زينب حبسه فأفلت منها وجاء إلى عمه وأهوى بحر بن كعب بالسيف ليضرب الحسين. فصاح الغلام يا ابن الخبيثة أتضرب عمي؟ فضربه واتقاها الغلام بيده فأطنها إلى الجلد فإذا هي معلقة. فصاح الغلام يا عماه ووقع في حجر الحسين فضمه إليه وقال يا ابن أخي اصبر على ما نزل بك واحتسب في ذلك الخير فإن الله تعالى يلحقك بآبائك الصالحين. ومات في حجر عمه الحسين. وبقي الحسين مطروحا مليا ولو شاءوا أن يقتلوه لفعلوه إلا أن كل قبيلة تتكل على غيرها وتكره الإقدام. فصاح الشمر ما وقوفكم وما تنتظرون بالرجل
رجل قد أثخنته السهام والرماح، احملوا عليه. وضربه زرعة بن شريك على كتفه الأيسر، ورماه الحسين في حلقه، وضربه آخر على عاتقه، وطعنه سنان بن أنس في تربته، ثم رماه بسهم في نحره. ويا سيدي وطعنه صالح بن وهب في جنبه. شو يصير عبد الله؟ سيد شلون حالك مولاي؟ قال هلال بن نافع كنت واقفا نحو الحسين وهو يجود بنفسه، فوالله ما رأيت قتيلا مضمخا بدمه أحسن منه وجها ولا أنور، ولقد شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله، فاستقح في هذا الحال ماء فأبوا أن يسقوه. وقال له رجل لا تذوق الماء حتى ترد الحامية وتشرب من حميمها. قال الحسين أنا أرد الحامية وإنما أرد على جدي رسول الله، وأسكن معه في داره في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأشكو إليه ما ارتكبتم مني وما فعلتم بي. فغضبوا بأجمعهم حتى كأن الله لم يجعل في قلب أحدهم من الرحمة شيئا. ولما اشتد به الحال رفع طرفه إلى السماء وقال اللهم متعالي المكان عظيم الجبروت شديد المحال غني عن الخلائق عريض الكبرياء قادر على ما تشاء قريب الرحمة صادق الوعد سابق النعمة حسن البلاء قريب إذا دعيت محيط بما خلق قابل التوبة لمن تاب إليك قادر على ما أردت تدرك ما طلبت شكور إذا شكرت ذكور إذا ذكرت أدعوك محتاجا وأرغب إليك فقيرا. هذا الكلام والحسين على التراب وهو لم ينسى دعاء الله في هذا الحال. وأفزع إليك خائفا وأبكي مكروبا وأستعين بك ضعيفا وأتوكل عليك كافيا. اللهم احكم بيننا وبين قومنا فإنهم غرونا وخذلونا وغدروا بنا وقتلونا ونحن عترة نبيك وولد حبيبك محمد الذي اصطفيته بالرسالة وأتمنته على الوحي، فاجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين. صبرا على قضائك يا رب لا إله سواك يا غياث المستغيثين. ما لي رب غيرك ما لي رب سواك ولا معبود غيرك. صبرا على حكمك يا غياث المستغيثين يا غياث من لا غياث له يا دائم من لا نفاذ له يا محيي الموتى يا قائما على كل نفس بما كسبت. احكم بيني وبينهم وأنت خير الحاكمين. وأقبل الفرس يدور حوله ويلطخ ناصيته بدمه فصاح ابن سعد دونكم الفرس فإنه من جياد رسول الله. فأحاطت به الخيل فجعل يرمح برجليه حتى قتل 40 رجلا و10 أفراس. وقال ابن سعد دعوه لننظر ما الذي يصنع. فلما أمن الطلب أقبل نحو الحسين يمرغ ناصيته بدم الحسين ويشمه ويصهل صهيلا عاليا. ويا سيدي البهائم تبكي عليك سيدي، الحجر والمدر يبكي عليك سيدي، ماكو شيء الا وبكاك مولاي. قال الامام الباقر كان يقول ذلك الفرس الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها وتوجه نحو المخيم بذلك الصهيل وكأني بزينب يا مهر حسين قل لي عنه لي بعد فيا خايف يشفي ويشم صواب قل بقرب خير ومن يا جرح دمه
يفور اكثر. يا مهر حسين قلوين اخذنا وياك ودينا الولين. هاي الخير ساعة ولفت لينا نريد يقوم وبردها يتوزم. فلما نظرنا النساء إلى الجواد مخزية والسرج عليه ملوية خرجنا من الخدور ولا على الخدود لاطمات وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات وإلى مصرع الحسين مبادرات. فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى عليه بالرداء تظلله وأخرى بفيض النحر تصبغ وجهها وأخرى تفديه وأخرى تقبله. ونادت زينب ومحمدا وأبتا وعليا وجعفرا وحمزة هذا حسين بالعراء صريع بكربلاء. ثم نادت ليت السماء اطبقت على الارض وليت الجبال تدكدكت على السهل وانتهت نحو الحسين وقد دنا منه عمر بن سعد في جماعة من اصحابه والحسين يجود بنفسه. فصاحت زينب ويل من صاحت العدوها قالت اي عمر يعني زينب حاجة عمر. الله اكبر الله اكبر. اي عمر اي يقتل الحسين وانت تنظر اليه. فضربه. يقولون في هذا اللعين هذا عمر المجرم صرف وجهه عنها ودموعه تسيل المجرم على لحيته. فقالت ويحكم أما فيكم مسلم. فلم يجبها أحد بل أجابها عمر بن سعد حيث صاح بالناس أنزلوا وأريحوا. فبدر إليه شمرا فرفسه برجله وجلس على صدره